السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا، ألا وهي أهم مدرات البول الموجودة في الصيدلية، وإيه هي أهم المواد الفعالة المستخدمة لإضرار البول. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. هنبتدي أول عيلة معانا وهي عيلة اللوب ديوريتكس، والعيلة دي بتشتغل على الاسندنج ليمب اوف لوب فينيل، والمنطقة دي بتكون في تركيب النفرون اللي بيكون موجود في الكلية، وبتخرج منها المية والأملاح الزايدة. وطبعا دي بتعالج ارتفاع ضغط الدم والإديمة أو التورم، واللي بيكون سببها الكونجستيف هارت فيلير أو بسبب الكرونيك كيدني ديسيزز وغيرهم. وطبعا الأدوية دي بتوصف بأمر الطبيب المتخصص بس، ومش ينفع أي حد ياخدها من نفسه، والعيلة دي بالذات تعتبر من أقوى مضرات البول. أول مادة فعالة معانا في العيلة دي وهي الفيوروزيمايد، ودي بتنزل بتركيزات 20 مللي جرام و40 مللي جرام و500 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي اللازكس، الفيوروريتك، الفيوروزيمايد، اللافيوريكس، والسالكس. ودول جرعتهم بتكون على حسب المريض واخدهم لإيه. يعني مثلا لو المريض واخدهم علشان ينزل التورم فبتتاخد من 20 مللي جرام إلى 80 مللي جرام مرة واحدة يوميا. لكن طبعا الأدوية دي مش بتتوصف إلا بأمر الطبيب بس. تاني مادة فعالة معانا وهي التورزمايد، ودي بتنزل بتركيزات 5 مللي جرام و10 مللي جرام و20 مللي جرام و100 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي التورزيريتك، الكارديوتيمايد، الإكزامايد، الإكزاريتك، التورزاموليكس، والتورزامايد. ودي جرعتها بتكون على حسب المريض واخدها لإيه برضو. يعني لو المريض ده هياخدها علشان التورم فجرعتها بتكون من 10 مللي جرام إلى 20 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون بأمر الطبيب المختص بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي البوميتانايد، ودي بتنزل بتركيز واحد بس وهو الواحد مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي البيورينكس والإيديمكس، ودي جرعتها بتكون على حسب الحالة. ولو هتتاخد للتورم فبتكون جرعتها من نص مللي جرام إلى 2 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وبتكون بوصف الطبيب المتخصص بس. خلينا بقى ننتقل للعيلة التانية وهي عيلة الثايزايد ديوريتكس، والعيلة دي بتعمل انهيبيشن للصوديوم كلورايد كو ترانسبورتر اللي بيكون موجود في الديستال كونفيوليتد تيوبيولز اللي بتكون موجودة في تركيب النفرون الموجود في الكلية. وبالطريقة دي بتطرد المية والأملاح بره الجسم، وبرضه بتستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وكمان التورم. بس العيلة دي بتكون أضعف من عيلة اللوب ديوريتكس، وفي الغالب بتلاقي المواد بتاعتها محطوطة كتير جدا مع أدوية الضغط. أول مادة فعالة معانا وأهمهم وهي الهيدروكلوروسازايد، ودي بتنزل بتركيزات 12.5 مللي جرام و25 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي ال HCT جيوريتك والهيدريتك، ودي جرعتها بتكون على حسب الحالة. يعني مثلا لو المريض هياخدها علشان يقلل من الضغط فالجرعة بتكون من 12.5 مللي جرام إلى 50 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وطبعا بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج. وعايزك تاخد بالك إن المادة دي بالتحديد بتتحط مع معظم أدوية الضغط، وإن شاء الله هنذكرها تاني لما نعمل أدوية الضغط قريب جدا. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الميتولازون، ودي بتنزل بتركيز 5 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الديمافايت، والمادة دي برضو بتتحط مع أدوية الضغط عموما، وجرعتها بتكون على حسب الحالة. ولو مريض ضغط اللي هياخدها فالجرعة بتكون من 2.5 مللي جرام إلى 5 مللي جرام مرة واحدة يوميا، وبتكون تحت إشراف الطبيب المتخصص. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الاندابامايد، ودي بتنزل بتركيزات 1.5 مللي جرام و2.5 مللي جرام. وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الديوريكس، الهايبوتنس، الاندامايد، والناتريلكس. خد بالك إن المادة دي برضو بتتحط مع أدوية الضغط، وجرعتها بتكون على حسب الحالة. بمعنى إن لو المريض مثلا هياخدها للضغط فالجرعة بتكون 1.5 مللي جرام مرة واحدة يوميا،
وبرضه بتكون تحت الإشراف الطبي. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الكلورثاليدون، والمادة دي بتنزل بتركيزات 12.5 مللي جرام و25 مللي جرام، والمادة دي مش بتنزل لوحدها خالص، ولازم يتحط معاها دواء لعلاج الضغط، زي مثلا إنها بتتحط مع مادة الأتينولول، ودي تعتبر مادة من عيلة البيتا بلوكرز، وهتلاقيها في أدوية زي مثلا الأتينوسي، البلوكيام ديو، التينيدون، والتينوريتك. وممكن الكلورثاليدون تتحط مع مواد تانية عادي خالص، وجرعتهم بتكون تحت إشراف الطبيب المتخصص بس. نيجي بقى للعيلة اللي بعد كده وهي عيلة البوتاسيوم سبيرنج ديوريتكس، والمميز بقى في العيلة دي إنها بتعمل على التخلص من المية والأملاح اللي في الجسم من غير ما تنزل معاهم عنصر البوتاسيوم، والعيلة دي بتكون أضعف من العيلتين اللي فاتوا، وبرضه ممكن تلاقي الأدوية بتاعتها محطوطة مع أدوية الضغط عادي جدا. أول مادة فعالة منهم وهي السبيرونولاكتون، والمادة دي بتنزل بتركيزات 25 مللي جرام و50 مللي جرام و100 مللي جرام، وأهم الأدوية الموجودة في السوق منها هي الألدكتون، الإيبيلاكتون، البوتاسيف، البوتاسبيرونو، والسبيكتون، ودي جرعته بتكون على حسب الحالة، ولو المريض مثلا هياخدها للتورم فجرعتها هتكون 100 مللي جرام يوميا أو مقسمة خلال اليوم، لكن بتكون تحت الإشراف الطبي بس. نيجي للمادة اللي بعد كده وهي الترياميترين، والمادة دي مش بتنزل لوحدها، لكن بتكون محطوطة مع مادة تانية اسمها زيبامايد، ودي بتنزل في صنف واحد بس وهو الإيبيتنس، وطبعا جرعته بتكون تحت إشراف الطبيب المعالج بس. خد بالك بقى إن في بعض الشركات ممكن تحط المواد اللي في عيلة البوتاسيوم سبيرنج ديوريتكس مع المواد اللي في عيلة السيازايد، زي مثلا إنهم يحطوا مادة اسمها أميلورايد مع الهيدروكلوروسيازايد، ودي بتنزل في أدوية زي الهايديكال، الموديوريتك، واليوستيريتك، ودول جرعاتهم بتكون بأمر الطبيب المتخصص بس. أو مثلا إنهم ممكن يحطوا مادة السبيرونولاكتون مع مادة الهيدروكلوروسيازايد، ودي هتلاقيها بتنزل في أدوية زي الألدكتازايد أو السبيروزايد، ودول جرعاتهم برضو بتكون بأمر الطبيب المتخصص بس. وهنلاقي برضو إن في بعض الشركات ممكن تجمع بين الدواء اللي في عيلة البوتاسيوم سبيرنج ديوريتكس مع المواد اللي في عيلة اللوب ديوريتكس، زي مثلا إنهم بيحطوا مادة السبيرونولاكتون مع مادة الفيوروزيمايد، ودي برضو هتلاقيها في أدوية زي الفروزيكتون، اللازيلاكتون، والسبيرومايد، ودول جرعاتهم بتكون بأمر الطبيب المتخصص بس. والشركات بتعمل الكومباينيشنز دي كلها علشان نسبة البوتاسيوم اللي في الجسم تفضل ثابتة ومش تزيد أو تقل عن الطبيعي. وبكده نكون لخصنا كل مدرات البول الموجودة في الصيدلية بأهم تركيزاتها، ويا ريت لو الحلقة دي عجبتك إنك تشيرها لكل زمايلك علشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير في تدريبهم الصيدلي. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.